كنا متفقين في الأول كده إن كلنا جوانا ذلك الجزء النصيب اللي بيخلينا عايزين نملك شيء من السيطرة سواء على نفسنا، الأحداث أو الأشخاص اللي حوالينا. وبرضه كلنا قابلنا الشخص اللي وجوده بيحسسك بشيء مختلف، حضوره قادر يغير حالة المكان، وكلامه له تأثير على كل اللي حواليك. طبعا لما بتشوفه بتنبهر وتفضل تسأل نفسك هو عنده بيزيادة عنك، وتقوم لو حبيتك افتح النت تبدأ تبحث ازاي ابقى جامد جمبري، ازاي ابقى أسطورة. بيطلع لك شوية محاضرات تنمية بشرية، كم ملخص كتاب، تجمع كلمة من هنا معلومة من هناك. وبعدها لما تصحى تلاقي نفسك لسه عايش في الكونية، في نفس الموقف يتكرر ورد فعلك يفضل زي ما هو، المحصلة زيرو. أنا هنا بقى عشان أحسن لك القصة. الفرق الوحيد بينك وبين الناس هو تكون قوانين اللعب، والحياة في النهاية لا والبيت والحياة حواليك بجوان. لكن زي ما في مهاجم، في مدافع، في لاعب نص، وفي لاعب عندك في اليوتيوب، وفي صانع الألعاب. كلنا بقى بيرجع للكفاءة والمهارة. هنا بقى لازم تفهم القصة عندك انت هتبقى بالكامل عليه. ازاي بتفكر، ازاي بتتعامل، ازاي بتتكلم، ازاي بتتحرك، ازاي بتهمل، تسكت يكون امتى وازاي. كل دي عوامل بتحدد برضه اللي حواليك. هتيجي دلوقتي 3 قواعد، ولو واحدة لو طبقتها بالشكل السليم هتلاقي النتائج ممكن تشتغل.